اهلا بيكم وحلقه جديده ومبادره السعاده ويوم كله سعاده. النهارده حلقه استثنائيه بمناسبه مبادره السعاده، وطبعا المبادره دي يمكن دعا اليها مخرج خالد الاتربي رئيس القناه الفضائيه المصريه من 3 سنين، واحنا النهارده قررنا ان احنا نفتح وقت للسعاده، سواء كان افكار للسعاده، معاني السعاده، وممكن كمان نشوف ايه اكلات السعاده والوان السعاده، وده اللي احنا هنتقابل معاه النهارده وهنلتقي بيه النهارده في حلقتنا. اسمحوا لي اول فقره معانا تكون صالون السعاده مع فاطمه مصطفى. طبعا هي كاتبه وصحفيه واخصائيه صحيه واستشاري اسري. اهلا بيك يا فاطمه. اهلا بحضرتك. يعني طبعا فاطمه اول حاجه جايه من اسكندريه، لازم نقول اهلا باسكندريه واهل اسكندريه كلهم. بشكرك جدا على وقتك، واسكندريه اصلا مصدر سعاده، يعني اهلا بيكي. فاطمه انت كاتبه مقال عن السعاده. مظبوط. ممكن نعرف ايه الهدف من المقال وايه اللي عايزه توصلي له بالمقال ده؟ تعالي نتفق على حاجه مهمه جدا، اللي السعاده بتبقى داخليه مش خارجيه. أيوة. بمعنى ايه؟ اللي انا يعني ما احطش في دماغي اللي العوامل الخارجيه او البيئه المحيطه بيا هي اللي هتاثر عليا في سعادتي ورضائي والاستقرار النفسي اللي انا عايشه فيه. أيوة. لان احنا ممكن كل يوم تحصل لنا مشاكل في الشغل، في الحياه الاجتماعيه، في الاسره. لو ده اثر على السعاده الداخليه او الرضا النفسي اللي احنا بنحس بيه، يبقى عمرنا ما هنحس بالسعاده. السعاده قرار صح. داخلي. نصحى الصبح نقول لنفسنا حاجه بسيطه جدا: النهارده اليوم هيمشي عادي طبيعي، انا النهارده قررت اكون سعيده، مفيش اي حاجه هتزعلني، مفيش اي حاجه هتضايقني، حتى لو في اي مؤثرات خارجيه، وده طبيعي جدا وبيحصل في خلال الاسره، في الشغل، في الحياه الاجتماعيه، في الشارع. طريقه تعاملك مع المواقف السلبيه دي مهمه جدا، ممكن تخلي الموقف ايجابي جدا وتخليكي هاديه وعارفه تتصرفي، وممكن تجيب نتيجه عكسيه. الموضوع كله عندك انت، تاخدي القرار من جواكي اللي انت هتكوني هاديه، حاسه باستقرار نفسي، قادره تتعاملي قد الموقف في منتهى الهدوء، على الاقل هتكوني راضيه. وما دام رضيتي بقول لنفسي انا مش هتضايق، انا هبقى سعيده. يعني هل ده في حوار مع الذات في الموضوع؟ هو ده يعني اساس الموضوع. ان انا ادرب عقلي كل يوم اقول لنفسي كده: انا النهارده مش هزعل، مهما كان اللي هيحصل ايه انا مش هزعل. ممكن ما اكونش سعيده، مش مطلوب مني ان انا طول النهار افضل اضحك، بس على الاقل اكون راضيه، اكون هاديه. أيوة. اكون مقتنعه. يعني لو على المستوى الشخصي يعني يا فاطمه، انت بتشوفي السعاده في ايه؟ في الرضا. والرضا ده نوصل له منين؟ ومنين ننول الرضا؟ عارفه الاغنيه؟ يعني نوصل للرضا ازاي يا فاطمه؟ بصي، حاجه بسيطه جدا. لازم اكون مقتنعه بحاجه، مفيش حاجه بتحصل لي ربنا كاتبها لي وحشه. صح. يعني فروم A to Z. ونعم بالله. لازم ابقى مقتنعه بكده ويقين. اي حاجه بتحصل لي اكيد دي حاجه ايجابيه وخير من عند ربنا، وابقى متاكده لو في حاجه وحشه بتحصل، الوحش ده مني انا. اشوف انا تصرفاتي او افعالي اتجاه موقف معين او اتجاه اشخاص او في الحياه العمليه عامه، انا عملت ايه فباخد نتيجته. أيوة. لكن مفيش اي حاجه وحشه بتحصل لي ربنا كاتبها لي. حتى لو انا مش واخده بالي دلوقتي، لا دي مضايقاني مزعلاني، لا، لو انا سلمت التسليم ده ويقين تام، مهما حصل لي هبقى سعيده وراضيه، وعلى الاقل حاسه يعني ايه، هتقولي ده لعله خير، يعني ده خير. رضا انا راضيه باللي انت كاتبه لي يا رب. صحيح. بس علاقتك بالاخرين زي ما قلتي، ممكن مثلا مؤثرات خارجيه تؤثر فيا، لكن في اخرين ممكن ما اقدرش اتنازل عن، بيبقوا مهمين في حياتي وبيأثروا عليا. ازاي اتعامل معاهم عشان نكون كلنا سعداء؟ نبعد عن الناس اللي بتشتكي كتير. لان كلنا عندنا مشاكل. صح. وكلنا زعلانين، وكلنا لو دورنا في الصندوق الاسود او في الماضي هنلاقي اللي عندنا كوارث. أيوة. وبنحاول نهرب منها. تمام. ليه نشتكي؟ يعني الموضوع خلص، الموضوع عدى. أيوة. هل الشكوى دي هتوجد حل؟ هترجع اللي راح؟ الشكوى بتعمل ايه؟ بترجعك تاني لنقطة البداية او نقطة الزعل في الحالة اللي انت كنت فيها.
تمام. وتقعدي بقى تفتكري طب انا ايه اللي ما كنتش المفروض اعمله، طب يا ريتني ما كنت عملت كذا، طب انا لو كنت اتصرفت التصرف الفلاني ما كانش ده اللي حصل. أيوة. تأنيب ولوم وشكو وتقليب ولوم وشكو، انت اصلا هتبقي سلبيه. وفعلا الناس اللي بتشتكي كتير دي، احنا دلوقتي في مصطلح يقول لك ايه، توكسيك سام، ده يقول لك دي شخصيات سامه ابعد عنها. ظهر دلوقتي المصطلح ده بشكل كبير جدا. دي حقيقه فعلا. وعلى فكره ده العقل طبيعي، يعني العقل يعني ده طبيعي. لما انت تقعدي تتفرجي مثلا كده على فيلم حاجه بتضحك، أيوة. اي حاجه كوميدي، انت نفسك هتبتسمي. صح. حتى لو زعلانه. أيوة صح. حتى لو زعلانه هتبتسمي. صح. ده شيء طبيعي. السعاده معديه. ده شيء طبيعي. والحزن معدي. لو انا طول النهار قاعده بشتكي، شيء طبيعي اللي جنبي هيحصل له نفور وانا هيحصل لي نفور. مش ما نزعلش، ما فيش حد ما بيزعلش، بس في فرق لما ازعل واعرف ابقى هاديه واتعامل مع الامور بنوع من العقلانيه والنضوج، وفي فرق لما انا اقعد طول اليوم اشتكي واتنرفز واندب حظي واقول اشمعنى انا واشتكي واستسلم للدايره دي وخلاص بقى. ما انا عماله اكلم في مامتي واكلم في اخواتي واكلم في قرايبي، انا اشمعنى انا ليه عندي المشكله دي، طب ما في فلانه عايشه كويس. ايوه. ارضي ارضي. الرضا ده في حد نفسه سعاده، مفتاح سعاده. الرضا سعاده. هل ده مضمون المقال؟ يعني انت وصلتي في المقاله في الاخر لهذه النتيجه بالظبط. الرضا احسن حاجه في الدنيا تخليكي سعيده مهما كنتي عندك مشاكل الدنيا كلها، انك انت تبقي راضيه داخليا من جواكي. ايوه. مفتاح الحاجات اللي عجبتني في المقال انك انت فنطت، يعني قلتي في ناس ممكن تكون في المنصب، في الفلوس، في الصحه، يعني كل واحد فعلا السعاده نسبيه بشكل كبير. طبعا لاني ما اقدرش اوحد معنى واحد للسعاده للجميع. طبعا لاني ممكن حد يكون سعيد لما بيوصل لاعلى المناصب ويشتغل، ممكن حد يكون سعيد لما يمسك فلوس كتيره، ممكن حد يكون سعيد لما يوصل لدرجه في التعليم وياخد ماجستير ودكتوراه ويبقى استاذ في الجامعه. أيوة. السعاده نسبيه. صح. طب ما معنى كده ان مفيش حد هيبقى راضي بقى بحاله؟ لا. وده يخليني برضو ما استسلمش لاراء الناس في حكمها على اني سعيد او لا، لان اللي بيرضيني ممكن ما يرضيش غيري، فبالتالي ما يحكمش بالمنهج بتاعه. يعني ممكن مثلا واحده مثلا قررت انها تتجوز وتقعد في البيت وما تشتغلش في الفتره الحاليه، وواحده تانية متحققه وبتشتغل، مش كل ما تشوفها بقى تقول لها انت فايتك شغل، انت ما بتشتغليش، انت مضيعه نفسك. طب ما هي سعادتها مثلا في تربيه الولاد، والعكس انت مش بتتجوزي ليه؟ انت راميه نفسك في الشغل، طب ما يمكن سعادتها في الشغل. فبالتالي حساباتنا مختلفه ولازم نسيب بعض بحريه. احنا متدخلين قوي في حياه بعض. احنا مش متدخلين، احنا بننسى حياتنا وبننشغل بحياه الناس الاخرين. يعني احنا بننسى ركز في ورقتك مش نهائي. احنا بننسى حياتنا احنا اللي احنا عايشينها وبنبتدي نبص على الناس التانيه بتعمل ايه، دي عملت ودي لدرجه اللي احنا ممكن ننسى احنا سعادتنا فين. صح. يعني انا اعرف ناس كتيره قوي العمر عدى بيهم، ولما تيجي تساليهم مثلا انت عملتوا ايه، يقول لك اصل انا اتلهيت، اصل العمر جرى بيا. لا، هو انت ولا اتلهيت ولا العمر جرى بيك، لانك انت في الايكوال في الاخر انت ما عملتش حاجه، بس هو كان شاغل باله بحياه الناس. صح. فاللي ممكن مناسب بالنسبه لك مش مناسب بالنسبه لاكس، مش مناسب بالنسبه لواي. كل واحد يشوف الهدف اللي هو عايش عشانه. ايوه. لو جات لك يعني مثلا واحده وبتقول لك انا دلوقتي مكتئبه ومتضايقه، واحنا شايفين مثلا السن الصغير ما اعرفش ليه عنده على طول، وطبعا يعني انت بتخصصك الصحه النفسيه، انا متضايقه انا مكتئبه، بتنصحيها تخرج من المود ده ازاي؟ تعمل حاجه بتحبها. على فكره عشان بس يعني مش عارفه اخد من وقتك دقيقه في الموضوع ده، احلى حاجه تخليكي سعيده الحب. طاقة الحب. والحب يعني مش راجل وست، لا لا، اي حب بتحبي اي حاجه تعمليها، ان شاء الله نبات حيوان، بتحبي تعملي هوايه. صح. بتحبي تروحي تلعبي الجيم وتلعبي رياضه. بتحبي البحر، بتحبي تسافري. الحب نفسه اللي انت تعملي اي حاجه انت بتحبيها وبتعمليها بحب، دي نفسها طاقه ليكي انت هتخليكي سعيده. مفيش حاجه اسمها هايفه. انا ما بحبش حد يقول على حد ده هايف، ده عايز يعمل حاجه تافهه. ما دام هو بيحبها، ما دام مبسوط سيبه، يبقى خلاص. احترم رغبته. ما انت ممكن بالنسبه لك انت تبقى حاجتك انت اللي تافهه. صح.
صح. فمفيش حاجه لو تعاملنا مع بعض بميثاق شرف كده، احترام رغبات الاخرين، سعاده الاخرين، حريه الاخرين، طبعا. مسافات الاخرين، طبعا. حياتنا كلها تبقى بسعاده. طبعا كل واحد حر ما لم يضر بحريه الاخرين. صحيح. الحب نفسه طاقه، يعني طاقه الحب نفسه بتخليكي سعيده. أيوة. انا وانا قاعده معاكي مبسوطه سعيده قوي والله. اديتيني سعاده. وبعدين جايه بقى، وبعدين شايفه وراكي البحر كده واخده يود، فانت جايه لي وفريسكا، يعني عارفه فكرتيني بكل حاجه حلوه في اسكندريه بصراحه يعني. فاطمه يعني وقت بسيط بس قيم وعميق، وبشكرك جدا على وقتك معانا ووجودك معانا، وطبعا يعني اتمنى لك كل السعاده. انا اللي ميرسي، انا اللي اتشرفت بيكي. احنا هنسيب فاطمه دلوقتي وتستعد لاستقبال فدا شتيله اخصائيه التغذيه، وهتقول لكم ايه هي اكلات السعاده. بس هنسيبكم مع فاصل جميل قوي بيقول ان العمل التطوعي، وده صميم كلام فاطمه، هو سر السعاده. يلا بينا.